بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحادثة بتاعة المنوفية 18 بنت والسواق حاجة تقطع القلب، حاجة تقطع القلب. كل حاجة قدر ونصيب، ولكن لا تلموا بأنفسكم في التهلكة. في سلوكيات مسؤول عنها بني آدمين، دول المفروض يتحاسبوا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى يوم يجتمع الخصوم. سواق كل همه إنه يوصل النقلة اللي معاه ويعكم الفلوس وبتاع. طريق فيه إصلاحات طاير، طريق فاضي طاير، طريق بايظ طاير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سواق ركب فوق الميكروباص خلاها حصيرة، أعوذ بالله. في أسباب، في أسباب على وزارة النقل أو المسؤول عن الطريق ده بالذات أو أي طريق، المفروض يتابع الصيانة، يحط علامات إرشادية لو في تصليح. تاني حاجة مأساتنا اللي بنتكلم فيها بقالنا 100 سنة، سواقين النقل التقيل وسواقين مش عارف ايه الملاكي وسواقين الأجرة. وهي الأسباب، هي الأسباب. أول هذه الأسباب إن الضمير في سواقين محترمة سواء ملاكي أو نقل تقيل أو أجرة، ولكن في شباب ركبوا الشيطان وسواقين ركبهم الشيطان. بالمناسبة السواق ده حللوا له مخدرات، لازم يظبط الطاس عشان يسوق ويموت الناس. ده ثقافة الجهلة. السواق لازم يبقى فايق 24 قراط علشان يركب ويحط ايده على دركسيون العربية، سواء ملاكي سواء أجرة. يتقي الله في الناس، بلاش في نفسه هو يغور 60 داهية. هي منظومة كلها. مجلس الشعب لازم يسن قوانين إلغاء الرخصة. أول مرة تاني مرة إلغاء الرخصة. سواء اللي بيلاقوه بقى شارب مخدرات، عشان المخدرات اللي انتشرت بين شباب في ربوع مصر لازم يبقى لها عقاب. أي مدمن ما يروحش يبلغ عن نفسه ويطلب العلاج، أقل حاجة يحبس 3 سنين. يا مجلس الشعب، الشاب وما أدراك، والمخدرات التخليقية دي بوظت الشباب، بيقتل أبوه بيقتل أمه. خلينا في السلوك السائقين. أنا هنا في بلدي الإسماعيلية، وهي بلد صغيرة جدا يعني ما هياش كبيرة، لولا ما بمسك نفسي هتلاقيني أقعد أشتم ليل ونهار. عكس الاتجاه في كل طريق، في كل كوبري، كله بيمشي عكس الاتجاه. فين اخواننا بتوع المرور؟ يقفوا لي في حته ضله، في حته مش عارف ايه، حته قدام ايه، ويعملوا لي حمله. طب ما تطلع في الاماكن الضلمه والاماكن المخفيه دي واعمل حملات عكس الاتجاه. انا اسماعيليه فيها 5 6 حتت على الطرق الرئيسيه لازم تمشي عكس الاتجاه. طريق كارفور، مدخل ادم اللي عند الفيروز كله عكسي. طريق البلاجات في عكسي. دائري لما مؤاخذة ساعات بقابل في ناس ماشية عكس، تروسكلات وموتوسيكلات وعربيات أحيانا. داخل البلد حدث ولا حرج.
وده في القاهرة وفي اسكندرية وفي الصعيد وفي بحري وكله. يبقى لازم يبقى في قانون رادع، في قانون رادع. مش نيجي على واحد عربيته محكوكة نقول له هات الرخص عشان عندك صلاحية ومتانة ومش عارف. كلام فاضي. والعربيات بتحط لمض زئبق كده ولا ما اعرفش ايه، تعمل اللي قدامها وتمام التمام، ويدوك مخالفات على حاجه ما فيش. ده سلوكيات مرفوضه لازم نخلص منها. مش في الدين يا بني ادمين، مش في الدين. عشان تكونوا في الصوره، ايذاء الناس في الطرقات اسم، اسم واجرام، يعني اسم في الدين الاسلامي، لان بتؤدي الى التهلكه، بتؤدي الى ضرر الناس. لا، الايمان بضع وتسعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، قلناها 100 مره. اماطه الاذى، لا لقيت حجر حته ازازه هتخرم كاوتش تشيلها، حجر، بلاعه مفتوحه تحط عليها حجر، تحط عليها اي علامه تقول للناس دي في فحر هنا. هي دي الناس الصالحه، مش الناس الطالحه اللي بيمشوا عكس الاتجاه. يا قائدي مرور 27 محافظه، خلوا عندكم شويه ضمير وحاربوا اللي بيمشي عكس الاتجاه. انا عارف ان هو بياخد سنه سجن، مش كفايه تبقى 3 سنين اللي يمشي عكس الاتجاه. واللي يثبت عنده تحليل تتلغي الرخصه بتاعته لمده 5 سنين، لو يعني بلاش، عشان لو يكون عنده اسره وهو راجل زباله مش حاسس بيها، تتوقف 2 سنين وياخد 3 شهور حبس او سنه حبس كمان عشان ينضبط. احنا الاسلام امرنا بكل حاجه، نحافظ على سلامه الطريق، والمسلم اخو المسلم، ونخاف على بعض من التهلكه. ده كده إن احنا كده، لا في عندنا، مش كلنا، بقول بعض السواقين لا في ضمير، استغفر الله العظيم، ولا في اسلام. لو في اسلام هيصحى الضمير، ولو صحي الضمير هنمشي صح. يبقى ايه بقى؟ انا مسلم كده اسما، انا مسلم اسما. وللاسف بتلاقي ناس متعلمين ومعاهم شهادات عليا ويمشوا عكس الاتجاه، وتلاقي منقبات سايقين عربيات ويمشوا عكس الاتجاه. عشان ايه؟ مش فاهم، عايزين توفروا لتر بنزين ولا ربع بنزين ولا؟ ده على الصحراوي يا، لا اله الا على الصحراوي، على طريق القاهره اسماعيليه القاهره، بقابل ساعات ناس ماشيه مخالف الاتجاه عشان المشوار، عشان يلف يعمل لي ترن 10 15 كيلو بقى، بيخطفها، يقول لك نخطفها. وهو مش هو مش خايف على حياتك، خايف على حياه الاخرين. مطلوب يعني بره اللي احنا بنقول عليهم خمرجيه، ما فيش عندهم يا مرحميني. هتقول لي ضمير؟ لا، عشان هناك مش هناك قول لي يا عم ما عندهمش ضمير، لكن الاحترام القانون هو الدين بتاعهم. القانون هناك بيطبقوه على الكبير والصغير. على ما افتكر في اللي ماسك كان رئيس وزراء المانيا ده، ولا المستشار الالماني قبل كده، اعتذر لانه كان عنده اجتماع وكسر الاشاره، طلع في البرلمان اول ما مسك قال انا بتاسف للشعب الالماني، وفي واحد تقريبا سويسري او سويدي عمل نفس الموضوع. التزام بالقانون. يطلع في مجلس الشعب يقول انا اسف انا كسرت الاشاره في الحته الفلانيه. هي دي الشجاعه. يا ربنا يكرمنا الدول العربيه سبقتنا بمليون سنه، دول الخليج فيها التزام بقواعد المرور الى ابعد الحدود، واحنا 7000 سنه حضاره، 7000 سنه حضاره. ربنا يرحم البنات ويرحم ذنبهم ايه؟
بنات في عمر الورد والزهور، 18 بنت، أهليهم ثكلى في ريعان شبابهم. بني آدم واحد ضارب مخدرات، بيجري بسرعة، محمل حمولات زايدة. إيه يا إخوانا؟ ما فيش عندنا ضمير، يبقى في قانون. للأسف الناس دي مسلمين اسما، اللي بتمشي عكس الاتجاه. أخطر ما يكون عكس الاتجاه، أخطر ما يكون اللي في شارع نقرة. مشكورا الرئيس السيسي عمل شبكة طرق ما حصلتش ولا هتحصل. والله لو على الشبكة القديمة لكان كل يوم هنلاقي 2000 3000 مقتول بسبب حوادث السيارات. لكن حق، لا، كلمة حق لازم نقولها. أنا بسافر على جميع الطرق، أصبحت الطرق الأعمى يسوق فيها. بس في ناس بقى المخدرات ضرباها، السرعة مثلا 120 يمشي على 300 280. إيه ده؟ زودوا الكاميرات، رجال المرور يقفوا في الأماكن الصحيحة داخل المدن وخارج المدن. يا إخوانا، إحنا مش هنتعدل إلا إذا طبق القانون بحذافيره، وقانون يبقى قانون لا رادع بجد على الكبير والصغير، على الوزير والغفير. العدالة، الضمير مش هيصحى إلا بالقانون. لأن في ناس عندنا في مصر اسمهم مصريين بيخافوا ما يختشوش، بيخافوا ما يختشوش. اختشي من ربنا يا أخي، يا أخي اختشي من ربنا. اعملوا زي البطل. ما فينا ناس شرفاء. الراجل اللي اسمه عم خالد، ما مش عارف، الله يرحمه نسيت اسمه، في العاشر من رمضان اللي سحب العربيه بالبنزين وراح في سبيل الله، شهيد طبعا. عندنا نماذج كويسه ونماذج زي الزفت. العدل او الحياه تلتزم بالمجلس الشعبي سن قوانين رادعه، رادعه، عكس الاتجاه سنه سجن تبقى 3 سنين سجن، والرخصه تلغى نهائيا. وموتوسيكلات كتير ماشيه من غير نمر، وتوتوسيكلات من غير نمر، وتكاتك من غير نمر. لازم كل عجله تمشي على الشارع تبقى راخده رقم وشاسيه، والدوله تفرض عليها ضريبه للغني والفقير عشان نقدر نحكم. التوك توك لازم يتحط عليه نمر ويدفع ضريبه ويدفع كله، عشان نعرف اللي يخالف نجيبه ونحاكمه. رحم الله بناتنا الغاليين شهداء حادث المنوفيه، والسائق ابننا رحمه الله. ونرجو، وبقولها المرة تانية، اللي بيضر الناس في الطرق أو في القرآن آثم. آثم من يأذي المسلمين، آثم من يأذي جاره إن شاء كان يهودي أو مسيحي، آثم أو مسلم، آثم. آثم دي شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، تشيل الأذى عن الطريق. يا حكومة يا مجلس الشعب، طلعوا قوانين رادعة، اقطعوا ركاء من يتحاسى المخدرات، امشوا في الشوارع حللوا للشباب، مش لازم على الطرقات والسواق. امشي كده قول وقف طقطق حلل ست وراجل. لازم وزارة الصحة تعمل فرع مخصوص لتحليل المخدرات. يا وزير الصحة، يا رئيس مجلس الوزراء، يا كل المسؤولين في مصر، يا مجلس الشعب، أدبوا اللي ما بيأدبهوش ادينه، اللي هو مسلم اسما. القانون في أوروبا خلاهم عليوا علينا ليه؟ في التزام بالقانون. واحنا البلد بلد الحضارات، جدادنا بنوا الاهرامات وما ادراك ما الاهرامات وغيره وغيره. في الحضيض، سلوكياتنا بيت في الحضيض. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا مجلس الوزراء، يا مجلس الشعب، اضربوا بأيدي من حديد على
من لا يحترم آداب الطريق، من لا يحترم أرواح الناس، من يتحاشى المخدرات يجب أن تقطع رقابه. شيخ أو شاب أو ست أو كل اللي بيمد إيده على المخدرات لازم تتقطع. لو حاربنا الناس اللي بتشرب سواء حللنا كل حي يبقى فيه وحدة تحليل، كل طريق عليه يبقى وحدة تحليل للملاك قبل النقل التقيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. ربنا يرحم بناتنا شهداء وابننا سواء شهداء حادث المنوفية. الفاتحة. بسم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يحمي مصر ويوعي أهلها وشبابها ورجالها ونسائها، ويا رب نلتزم شوية بالقانون وقبل منه بالدين. ده احنا عندنا دين إسلامي. يا سلام. القرآن بتاعنا لو التزمنا بتعاليمه والله لنصبح كالملائكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.